بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم دون نوفيل فيديو. واليوم جبت لكم لي ترونش اللي كنتو وصيتوني عليهم انكم نزيد نديرلكم يعني وصفات نتاع الباتيسري. راح نقلشكم يا البنات، يعني راح نديرلكم سلسلة ولا دورة نتاع لا باتيسري. جبت لكم اليوم يعني اسرار المحلات، جبت لكم لي ترونش او سيترون نتاع المحلات يعني البنات. بعد ما جربت بزاف وصفات، لكن هذه الوصفه يعني لوغو خرج لي سوا يعني كيما نتاع المحلات. واللي حبت تدير مشروع، اللي حبت يعني توجدها في المنزل، ما راح تلقاي حتى صعوبه. اليوم يعني راح تجيب لك كامل المقادير بالكاس وبالملعقه وبالميزان، يعني وصفة ناجحة من أول تجربة. إذا أول حاجة هنايا عندي ربع حبات صغيرة، كم شفتوا الحبة كيفاش كاين، لكن اللي عنده حبة بيضة كبيرة يعني استعملت 3 حبات كبيرة نتاع البيض، مع نص كاس نتاع السكر العادي، مع كاس تاع فرينة. البنات يكون مغربل وما تعمروهش مليح، يعني يديروا كاس تاع فرينة ماشي معمر مليح ويكون مغربل. عندي نص كاس نتاع المانس، كاس تاع خميرة كيميائية. والسر يعني في هذا البسكوي عندكم محسن الكيك، هذا كوكليكو انا نستعمله، يعني راه يسوى 40 ميل لابواط نورمالمون. هذه هي البنات، هذا هو السر، راح يطلع لكم لاجين ماس تاعكم وتجيكم كيما تاع المحلات، يعني تاع المحلات يخدموا به. عندي ايضا ملعقه كبيره نتاع الزيت، ما تكثروش، ملعقه صغيره ولا ملعقه كبيره، وتقدروا تستغناو عليها، يعني تقدروا تستغناو على الخميره الكيميائيه وتقدروا تستغناو على الزيت، يعني يعطيكم نفس النتيجه. وشنو تاع الزيت تجي شويه طريه وتجي شويه تتفتت، هذا ما كان نحب يعني هذيك الهشاشة. فوالا تقدروا تستغنوا عليها. نجيب الباتور تاعي ونبدا نخلط في الخليط نتاعي حتى يبيض جيدا يعني ويضاعف الحجم نتاعو كما راكم تلاحظوا البنات. يعني بالنسبه لي عندهم الميزان يستعملوا الميزان احسن، حتجيكم يعني بسكوي مضبوط. فوالا الخليط تاعي نديرو في سنيوه 30 على 40، نغلفها بالبابي كويسون وندهنها بشويه تاع زيت البابي كويسون، ومن بعد نضيف الخليط تاعي ونطيبو على 180 درجه من الفوق ومن التحت دفعه واحده. واللي ما يطيبلوش الفور تاعو من الفوق ومن التحت دفعه واحده، شعلوا له من التحت ابين فقط، يعني ما تكثروش البنات، 7 دقائق يكون طاب، لانه اذا خليتوه بزاف في الفرن راح ييبس البسكوي وما راحش يجيكم مليح. فوالا هذا بالنسبه للبسكوي، واي استفسار خلوا لي في التعليقات اذا ما فهمتوش البنات. فوالا هنايا نروح لا كريم. عندي كاس تاع كريمه الشونتيي، انا نستعمل بلانش ناج مليحه وتطلع مليح، لكن هنايا يعني بالعمل يعني الدائم اكتشفت انه لا شونتيي، يعني كي ديروا لا شونتيي مع الماء البارد ولا مع الحليب البارد، تخليوهم وهما سائلين، يعني ما تروحوش تطلعوهم، خلوهم في الثلاجة لمدة 10 دقائق باش تروحوا تطلعوهم، راح تطلع لكم هايلة. وهذوك الحبيبات يعني كامل يذوبوا. هذه هي البنات، انا يا استعملت لا كريم باتيسير، نخلي لكم الرابط يعني اللي خدمت فيه لا كريم وكلش، يعني كامل كامل الوصفه نخليها لكم في التعليق المثبت، وخليها لكم في صندوق الوصف هكايا باش ترجعوا ليه وتشوفوا لا كريم كيفاش نخدمها. دائما نستخدم لا كريم دبلومات في حشو الكيكات، ونكهها بالنكهه يعني اللي راح نستعملها. انا نكهتها بشويه نتاع عطر الليمون، لكن ماشي الملون، عطر الليمون الشفاف، هذه هي باش تجيني فيها البنه. خلطت لا كريم باتيسير مع لا كريم شونتيي، تحصلت على هذا القوام، وهذه هي لا كريم دبلومات اللي راح نحشي بها لي بسكوي. هذه هي البنات، جيت راح نوريكم لو بسكوي تكسر معايا. فوالا البنات هنايا يعني تقدروا تستغنوا على هذيك الملعقه تاع الزيت، لانه حسيت انه كي استعملت الملعقه تاع الزيت يعني رجع يتفتت.
هذه هي انايا درت يعني الخميره الكيميائيه باش نتحصل على بسكوي يكون خشين شويه وما يكونش رقيق بزاف، لانه راح نستعمل 3 طبقات فقط. انا جبت هذا السخسو هايل يا البنات، ننصحكم خصوصا يعني اللي يخدموا في الدار، المشاريع اللي دايرين مشروع، ننصحكم بهذا الساسو يعني اللي يعني يطول ويقصر يعني كيما حبيتو على حساب لا طاقة اللي راح تخدموها. هنايا جبت لي شوت هذوكا راح نديرهم كطبقة قاعدية، راح نديرهم من تحت كامل، يعني نغلق كامل هذوك الفتحات عادي جدا البنات، ما راحش يبان كامل. ونجيب لو سيرو اللي كنت نكهته بعطر الليمون اللي فيه اللون البنات، هكا باش كي نكونوا نقطعوا يعني تجينا هكا ذاك الطبقة الصفراء تبان كأنه محشية. هذه هي، ما تشمخوش البنات بزاف بالسيرو عفوا، لانه اصلا البسكويت تاعنا راهو هشيش، يعني ما يسحقش انكم تضيفوا له كميه كبيره نتاع القطر. هذه هي. وبالنسبه يعني للسيرو ايضا عندكم 2 كيسان تاع الماء مع كاس نتاع السكر، ومع طرونش نتاع الليمون، بمناسبه انه لي طرونش تاوعنا راح يجوا بذوق الليمون، ونخلوهم فوق النار يغلوا لمده مده 10 دقائق كامله البنات، ومن بعد نطفوا عليه ونخلوه يبرد في الثلاجة، ومن بعد نستعملوه. وراح نضيف له انايا ضفت له عطر الليمون الاصفر هكايا كيما سبق قلت لكم، يعني باش يجوني كي نقطع هذوك الطبقات الصفراء راح يبان كأنه محشي. هذه هي البنات، وتقدروا يعني تحشوهم كيما حبيتوا. هذه هي البنات، انايا قسمت لاكريم تاعي على 3، ويعني وعمرت لي بوش ادوي راح يساعدوني في الخدمة، والخدمة تاعي تجي مفينة البنات كي تستعملوا لابوش. هذه هي، نجيب الطبقة الاخرى، يعني الكمية اللي مديتها لكم البنات نسيت انه نخبركم انه لو بسكوي يعني زدت ضعفت الكمية، يعني استعملت في هذوما كامل، يعني في هذه لاطاخت كاملة استعملت 6 حبات نتاع البيض. هذه هي 6 حبات نتاع البيض. طيبت البسكوي الاول ومن بعد زدت طيبت البسكوي الثاني. هنايا زدت درت الطبقة الاخرى وراح نشمخها مليح بالقطر، لانه علاش البنات قلت لكم تقدروا يعني ما تضيفوش كميه كبيره نتاع السيرو، لانه من بعد راح نجمدوها، وكي تجمد يعني راح ترجع طريه وحدها، يعني بدون ما نكثروا لها السيرو. واللي يحبها مشربه يعني يشربها عادي. هنايا مسألة أذواق، كاين اللي يحبوا لا جينواز تجي مشربة مليح، وكاين اللي ما يحبوهاش كامل تجي مشربة، يعني أنا نحبها نص نص، ماشي مشربة بزاف وماشي ناشفة كامل. هذه هي البنات، نجيب لاسباتول ونحاول نسوي هذاك السطح باش تجيني الخدمة تاعي كامل نفينيا، ونحي الزائد نتاع لاكريم. راح نحطها في الكونجيلاتور لمدة 4 ساعات إلى 5 ساعات حتى تجمد لي كامل طبقات يحكموا في روحهم. أنا هنايا رحت ضفت لهم طبقة رقيقة تاع لا كريم شانتيي أيضا، يعني اللي كنت نحيتها بجيه ضفت طبقة رقيقة تاع لا كريم شانتيي. ومن بعد راح ندير هنايا لو سيبر كريم اللي كنت ديجا أيضا شاركتها معكم، راح نخلي لكم الرابط هنايا الفوق في الفيديو، يعني راهي في القناة الوصفة. وهايلة البنات، انا يعني كامل الوصفات نتاع سوبر كريم اللي درتهم ما عجبونيش، يعني هذه تجي خفيفة ما تجيش ثقيلة وتجي هايلة، وراح تجبد لكم فوق اي حاجة درتوها، يعني سواء فلي ترونش ولا فلي تارت ولا يعني عفوا في التحليات، يعني في اي حاجه ديروها. هنايا نسويه مليح، يعني وين تكون لي الطبقه شفافه راح نزيد شويه نتاع السوبر كريم. هذه هي ندخلها ايضا، نعاود ندخلها الثلاجه تشد روحها مليح، يعني ثلاجه فقط ماشي الفريغو.
ومن بعد نجي نديمولي ولا نحي الصارصو تاعي اللي كنت يعني جوزت له في الحواف بطرشونه، دخلتها في ماء سخون جوزت عليها. ويعني تقدروا ايضا تستعملوا السوشواغ باش تنحيو لو سارسو نتاعكم. البنات لازم تستعملوا السارسو، يعني السارسو راح يجيكم الخدمه تاعكم تجيكم فينيه يعني كيما نتاع المحلات، تجيكم من فينيا ويجي طبقات كامل باينين ايتو. لكن يعني كي تستعملوا بدون سارسو الذوق كاين لكن الشكل راح يكون معوج. في الوسط راح تجيكم غونفلي يعني، وفي الاطراف راح تجي طايحه. سي بوغ سا نستعملوا السارسو. هذه هي البنات. ومن بعد كي تجوا تقطعوها تقدروا يعني تخدموها على شكل تارت ولا تقطعوها دي طرونش يعني كيما حبيتوا. هنايا كي تقطعوها باش يجيكم طبقات شابين لازم تقسموها وهي جامده، ضروري وتدخلوا المس تاعكم في ماء يكون سخون وتقسموه البنات. يعني حتجيكم كميه ما شاء الله كميه كبيره. ننصحكم البنات انكم تجربوها يعني وتفرحوا العائله تاعكم، خصوصا انه درت لكم يعني انتخت عائليه. وراح نحط لكم الطول تاع السارسو يعني بعد ما نكون قستو باش نتاكد من الطول اكزاكتومون. شوفوا البنات لي شوت هذو انايا نموت عليهم. فوالا هنايا كنت ناكل بعد فكرت باللي يوم بعد راهي تذوب لي وراهي سخانه ولازم نكمل ايتو. هنايا حاولوا انكم تباعدوا البنات على بعض باش تقسموهم، والا راح تصرى لكم كارثه كيما انايا قصت الصف الاخر اللي كان يعني قريب. شوفوا البنات الحبات يجون فينيين يجوا ما شاء الله، يجوا هايلين. يعني خصوصا اذا استعملتوا لا كريم شونتيي وحدها راح تجيكم كيما نتاع المحلات وطبقات يجوا باينين ما شاء الله. انا حاولت يعني نمد لكم حاجه اقتصاديه اللي تقدروا تخدموها كامل في المنزل، خصوصا انه لا كريم شانتيي يعني ما قعدتش كيما كنا بكري، راهي فريمون غاليه بزاف. يعني حوالي كاس هكاك يجيكم 20 يعني الكاس اللي عبرت لكم به انايا حوالي 20 نتاع لا شونتيي، يعني 20 وانتم راكم خدمتوا كميه كبيره ما شاء الله نتاع لي طرونش ولا ان تارت. هنايا نجي نزينها البنات راح ندير دي غوزاس. هنايا هذاك الكاس تاع لا شونتيي اللي كنت طلعته معاكم كفاني في هذا الوصفه سواء في التزيين ولا في الحشو، لانه لا كريم دبلومات ما تضيفولهاش بزاف ولا كميه كبيره تاع لا شونتيي. انا نخلي قيس التزيين ولا يعني ولا كريم الاخرى كامل نخلطها مع لا كريم باتيسيير. هذه هي باش ما نظلش ومن بعد نطلع ونخسر في المقادير. هذه هي البنات انا زينتها يعني وش كان متوفر عندي. كانوا متوفرين عندي هذوك التزيين يعني الاصفر، والاخرين يعني زينتهم بالسوريز مع دي غوزاس نتاع الشانتيي. وكاين اللي زينتهم باللي غوزاس تاع الشانتيي مع يعني هكايا طرونش تاع القارص. نتوما زينوا يعني واش عندكم، تقدروا حتى ديروا زيكزاك بالشوكولا ولا هذيك السوبر كريم تلونوها بشويه نتاع الكاكاو الاسود وديروا زيكزاك يعني يجي كيما نتاع الملفاي. زينوها كيما حبيتوا البنات. هذه هي راح تقطع لكم 15 طرونش ويجوا ما شاء الله كبار ما شاء الله، يعني تاكلوا وتوكلوا حتى الجيران. يعني احنا كلينا وزدت بعثت لاختي. يعني البنات وصلنا للشكل النهائي نتاع الطرونش نتاوعنا. البنات انايا في نهار يعني خدمتهم وكانوا جاهزين، يعني خصوصا اذا خدمتوهم الصباح راح العشيه يكونوا جاهزين معاكم، واذا خدمتوهم العشيه يعني في السهره راح يكونوا واجدين. ماذا بكم تخدموهم الصباح هكايا باش يكون عندكم متسع من الوقت انكم تزينوهم وتقطعوهم و... وتاكلوهم بالصحة والراحة. يا البنات ان شاء الله تدعموني في هذا الفيديو، وعلى بالي بلا راح تجربوا الوصفة وتشاركوني الآراء تاعكم الإيجابية اللي ديما تفرحوني بها.
إذا البنات وصلنا نهاية الفيديو، ما تنسوش ديروا لي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتبارطاجيوا الوصفة مع حباباتكم وصحاباتكم. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم.